سلام الله عليكم الخوت، مرحبا بكم في قصة جديدة، قصة الهاكر والجن. وانتم تخيلوا معايا دابا يتجمعوا انسان وجن، والانسان راه ماشي عادي. هذا واحد السيد خدم على راسو ملي كان صغير باش يوصل لديك المرحلة. الخوت غادي نبداو القصه من واحد النهار. الدري صغير غادي في واحد الطريق اللي هي واحد الطريق خايبه فيها الغيس، والدري الصغير عامر غيس، وهادشي كامل غير باش يقرا. واش من قرايه في هاد البلاد اساسي اذا ما دينهاش في التلاميذ ماشي مشكل. الدري الصغير فاش وصل القسم دخل بهدوء، كلشي كيشوف فيه حيتاش الحوايج ديالو مسخين. ريح اللور كما العاده كيشوف في الدراري كيلعبوا وهو ما قادرش يلعب، حيتاش فاش كيشوف بحال هادوك المناظر بحال كيتشلب. المهم الدراري عطيتكم واحد النبذه صغيره على الشخصيه ديال الدري الصغير اللي الاسم ديالو هو كريم. السلام الخوت، انا كريم. يمكن ديك المقدمه اللي عطاكم الراوي عرفتوني فين ساكن ومناش كنعاني. انا دري كنت ساكن في الدوار المغرب المنزل، رجع معاكم 24 عام اللور. انا الخوت كنت خدام مع الوالد في السوق اللي كنضرب واحد المسافه ديال 20 كيلومتر باش الحرا نوصلوا ليه. كانت عندنا واحد البراكه في الجبل، كانت ديك البلاصه تطلع على واحد المنظر واعر، ولكن حنا ما كنحسوش بديك الجمال مع ديك القسوه اللي كنعيشوها كل نهار. ها هي الوالده جايه وجايبه معها الحطب اللي كنحتاجو كل عام. كما قلت لكم الوالد خدام في السوق، اسم ديالو محمد. كما قلت لكم انا كنقرا وكان خاصني نضرب واحد المسافة كبيرة باش نقرا. كان المستوى الدراسي ديالي طالع بزاف. القصة ديالي غادي تبدا في العام الرابع من المستوى الابتدائي. ملي احسن الاساتذه ديالي اللي كان تيقري مزيان، جا نهار اللي قرر فيه يزيد المنافسة الدراسية ديال التلاميذ. في واحد النهار في الصباح قال لنا استاذ في اخر العام اللي جا الاول في القسم غادي نهدي ليه بيسي. انا في ديك اللحظه صراحه ما كنتش عارف شنو هو البيسي. في اخر ديال الحصه مشيت عند الاستاذ وانا نقول ليه استاذ ممكن تشرح لي شنو هو الحاسوب وشنو هي خصائص ديالو. قال لي مرحبا ولدي. دخلنا للقسم قال لي ريح هز الطباشير زاد تيكتب ويرسم في السبوره. فاش كمل قال لي اجي ولدي، هو يزيد يشرح لي كل حاجه تتعلق بالبيسي والاسم ديالو واش كدير من السوري والكلافي والاكرون الى اخره. كملنا وحسيت براسي عرفت شويه في بيسي. قالت لي استاذ شكرا، رد عليا هانيه، ان شاء الله غادي نجيب لك شي كتاب تشرح كاع الاساسيات ديال البيسي كامل. شكرا استاذ. وانا نعنقو صراحه هذا الاستاذ هو احسن استاذ داز في المسيره الدراسيه ديالي. داز الوقت عادي الا الوالد اللي كان مرض، وانا ديك العام كنت اجتهدت باش نربح داك البيسي. في اخر ديال العام كنت متاكد بلي انا غادي نربح داك البيسي. الليله اللي كانت غادي تكون غد لي ونشوفوا النتائج نعس. دازت هذيك الليله طويله وحاسب بلي شي حاجه خايبه غادي توقع في الصباح. فقت على البكاء ديال الام ديالي، فقت بسرعه وتنسول في الام ديالي مالك وهي تقول لي باك في ذمه الله. هذيك الساعه بحال دخلت شي عالم موازي اخر. في ديك الثانيه جاتني الف فكره في عقلي. الدار، المدرسه، الوالده، شكون غادي تكلف بالدار والمصروف، بالاخص المعيشه ديالنا. بقيت مصدوم كاع النهار. الناس مساكن تكلفوا بكلشي من الغداء والعشاء ديال العزايا، وشي ناس اخرين عارفين اش كاين عطاو شي بركه ديال الفلوس للوالده. فاش كنت في الصدمه ديالي وغادي فيقني واحد الصوت اللي زعزعني من الداخل. وشكون؟ الاستاذ ديالي. انا كنشوف فيه والدمعه طايحه ليا من عيني. هو تيردد على طرف لسانو عباره ولدي. رديت عليه السلام عليكم استاذ. هو يعنقني وقال لي بالحرف الوالد ديالك الله يرحمه وانت اللي خاصك تكلف بمهمتك. انا ديك الساعه ما جاوبتوش. هو يقول لي نوض تبعني. تبعته وخرجني من الدار، ركبني على الطوموبيل وهو يجبد لي البيسي وجبد معاه واحد الكتاب.
ابتسمت ابتسامة خفيفة وهو يقول لي انت اللي جيتي الاول، مبروك عليك، وهذا كتاب باش تعلم بيسي مزيان. شكرته وانا نهبط من الطوموبيل، بحرا بغيت ندخل للدار وهو يعيط عليا. درت عندو اولا المحاز مصدر التعلم ديالي، هو اللي فتح ليا باب جديد. كان هاز كتاب بين يديه، قال لي ما تحل هاد الكتاب حتى تكمل الكتاب الاول كامل. قلت ليه ديال اش هذا؟ بديك النبرة ديال البكاء رد عليا وقال لي حتى تحل وتعرف ديالاش، ويقول لي خاصك تخدم باش تهز الام ديالك. قلت ليه ان شاء الله. رجعت للمنزل ديالي وداز هذاك النهار بحال الجحيم بالنسبه ليا. الصباح ديال النهار الثاني فقت وعارف بلي خاصني نولي نعول على راسي باش نجيب طرف ديال الخبز. وانا فكرت نسمع الوالده كتهدر مع شي راجل وهي تعيط عليا كريم اجي تكلم واحد الراجل. انا غادي ومستغرب شكون بغاني. فاش خرجت عرفتو هذا السيد ابراهيم صاحب الوالد مسكين. شافني زاد تيبكي وتيردد سبحان الله تيشبه لي المرحوم. هو يقول لي يا ولدي انت عارف بلي باك مات، يعني خاصك تخدم. جيت عندك تنعرض عليك واحد الخدمة باش تولي تخدم معايا. نيت بحال الخدمة ديال باك، وافقت بلا ما نفكر كاع. ويقول لي غدا ان شاء الله غادي نمشيو السوق مع ديك 3. ويقول لي خاصني ضروري سبك موجود. قلت ليه صافي واخا. انا نوري الام ديالي داك البيسي اللي ربحت، فرحات بيه. قلت ليه نبيعوه باش نعاونو راسنا. ديك الابتسامة تحولات لغضب. قالت لي هذاك ديالك وانت ربحتي بالمجهود ديالك. فرحت فاش قالت لي هكاك. شعلت البيسي وحطيت حدايا الكتاب الاول اللي جاب ليا. ما حسيت براسي حتى وصلت ديك 8. والوالده تقول لي نوض تعشى باش تنعس راه غدا خدام. تعشيت وناس. فقت للوالده ديالي حدايا كتفيق فيا كريم نوض خاصك تمشي. فقت غسلت وجهي باش نفاق مزيان. تكلت وانا نخرج. سطو جاي على الطوموبيل ركبت قال لي ما عندي ما نتسالك. ضحكت هو يتحرك وصلنا بدينا نبنيو في الخيمة. وجدنا الخيمة وحنا نريحو كنبيعو. صافي وصلت ديك 4 ديال العشية. صراحة عييت بزاف. جمعنا ووصلنا للدار. قال لي السيمانة الجاية ان شاء الله نمشيو عاود تاني. قلت لي ان شاء الله. هو يلوح لي 100 درهم. شكرت وانا نهبط. دوشت وانا نعس ما فقتش حتى 9 ديال الليل. تعشيت وانا نهز بيسي كنحفظ في الكتاب. دازت الايام بحال هكا بين الدار الخدمة والبيسي حتى جا النهار اللي غادي نحل فيه الكتاب الثاني اللي عطاني الاستاذ ديالي. حطيت البيسي والكتاب كما العادة، ولكن هاد المرة ماشي الكتاب الاول، هذا الكتاب الثاني اللي عطاني الاستاذ. العنوان ديالو هو برمجة الحواسيب والشبكات. حليته انا ما عارف بلي هذا هو الكتاب اللي غادي يحل عليا باب الجنة والنجاة من هذه العيشة الخايبة. حليته. المقدمة ديالو هي الدخول هذا المجال هو احسن اختيار. انا ما فياش هذيك القاعدة اللي تحل الكتاب من الوسط باش تعرف اش فيه. المهم هو خاصك تبدا بشوية بشوية باش تفهم اش كدير. صراحة في الاول انا ما كنتش فاهم الكتاب، والمشكلة الثانية هي خاصني USB ديال الويفي. كان الاستاذ خلى لي نمرته باش لاحتاجيته. انا فين غادي نحتاجه؟ خاصني دابا نقلب على نمرته. هادشي لا صدق
راه شحال هادا باش خل الكنز عندي. بقيت تنقلب على نمرتو، سولت الوالدة مع نتوما عارفين إلا كان شي حاجة توضرات ليكم في الدار راه عموك اللي كتسيرو. قالت لي راه السروال ديالك قدام ولحتو. قلت لها ويلي الوالدة ما يمكنش. تقول لي مالك علاش؟ قلت لها راه فيها النمرة ديال الأستاذ وبغيتو ضروري محتاج شي حاجة من ندينا. قالت لي أنا كنتي محتاج شي حاجة دير ليها الراس. قلت لها واش غادي نمشي؟ قالت لي راه خازنا شي فلوس ولا بغيتي نعطيك. اخوت، هذا هو النهاية ديال الجزء الاول من قصة الهاكر والجن. بغيت من عندكم شوية ديال الدعم، ماكس بارطاج ولي جيم، وفي الوصف غادي نحط لكم الانستغرام ديالي. ويلا سهلا.